في عالم النقل الطرقي، تعتبر مهنة السائق المهني من أكثر المهن صعوبة ومسؤولية. ومع ذلك، نلاحظ في السنوات الأخيرة ظاهرة خطيرة تتفشى بين السائقين، وهي القبول بالعمل بأجور زهيدة أو بثمن طايح، كما يقال في اللهجة الدارجة، فقط من أجل الحصول على فرصة عمل أو كسب بسيط. هذه الظاهرة لا تمس الأفراد فقط، بل تهدد قيمة المهنة بأكملها وتؤثر سلباً على مستقبل النقل المهني. أولاً، الأسباب الكاملة وراء القبول بالأجر المنخفض. قلة فرص العمل في بعض المناطق، مما يدفع السائقين إلى قبول أي عرض متاح. استغلال بعض الشركات لحاجة السائقين، فتفرض عليهم أسعاراً لا تتناسب مع الجهد والمسؤولية. رغبة السائقين المبتدئين في كسب الخبرة والدخول إلى السوق بأي ثمن. غياب التنظيم المهني الواضح أو الهيئات التي تدافع عن حقوق السائقين وتحدد الحد الأدنى للأجور. ثانياً، نتائج هذه الظاهرة على المهنة والمجتمع. 1. انهيار قيمة العمل المهني. عندما يوافق بعض السائقين على العمل بثمن زهيد، فإنهم يساهمون دون قصد في خفض القيمة السوقية للمهنة، مما يجعل أصحاب الشركات يتعاملون مع الجميع بالطريقة نفسها، دون تقدير للخبرة أو الاحتراف. الإرهاق المفرط وفقدان السلامة. السائق الذي يعمل بثمن ضعيف يجبر غالباً على القيادة لساعات طويلة لتغطية مصاريفه، مما يؤدي إلى التعب والإرهاق الشديد، وبالتالي ارتفاع احتمال وقوع الحوادث. تأثير سلبي على السائقين المحترفين. السائق الذي يحترم نفسه ويطالب بثمن عادل يجد نفسه في منافسة غير متكافئة مع من يقبلون بالعمل الرخيص، فيضطر أحياناً إلى ترك المهنة أو تقليل نشاطه. تراجع جودة الخدمة. عندما تدفع الأجور القليلة، تختصر النفقات في الصيانة أو الراحة، فينخفض مستوى الأمان والجودة، مما يؤثر في سمعة قطاع النقل بأكمله. ثالثاً، الحل في الوعي المهني والتضامن. يجب أن يدرك السائقون أن كرامة المهنة تصان بالتعاون لا بالمنافسة العشوائية. على كل سائق أن يرفض الأسعار غير المنطقية، حتى وإن بدا ذلك صعباً في البداية. يمكن للجمعيات والنقابات المهنية أن تلعب دوراً كبيراً في توحيد الأسعار ورفع مستوى الوعي حول خطورة هذا السلوك. كما أن التكوين المستمر يساعد السائقين على تطوير مهاراتهم ورفع قيمتهم في سوق العمل، بدل القبول بأي ثمن. رابعاً، تقدير الذات مفتاح الاحترام. السائق المهني الحقيقي يعرف جيداً قيمة تعبه وخبرته. القبول بأجر زهيد لا يعني فقط التقليل من شأنه، بل يضعف أيضاً مكانة المهنة التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني في نقل البضائع والمواد الحيوية. ولذلك، فإن احترام الذات والتمسك بالحق المشروع في الأجر العادل هو الطريق الوحيد لحماية كرامة السائقين ومستقبلهم. في زمن تتسارع فيه الشاحنات على الطرق، يجب ألا تتسارع كرامة الإنسان نحو الانحدار. السائق الذي يعرف قيمته لا يبيع جهده بثمن بخس، لأن المسافة بين الرخص والاحتراف هي كرامة العامل وثمن العرق.